عشاء رومانسي مع كتكوت قلبي. تعالوا هحكي لكم اللي فيها. كنت قاعدة لا بيا ولا عليا وقلت ايه ده، ايه الطقس الحلو ده، مش من عوايدك يا المانيا، ما ينفعش ابدا اليوم ده اعديه من غير ما اقعد في البلكونه. وطبعا انا كاي ست مصريه اصيله عامله البلكونه بتاعتي للكراكيب، فاضطريت اروح انضفها واشيل المنشر منها، لان احنا اغلب السنه بتبقى شتاء، فبالتالي ما بنضطرش نقعد في البلكونه خالص. فكنت حاطه فيها الكراكيب، اي نعم حاطه نيه ان انا اظبطها في الصيف، لسه ان شاء الله ناويه اجيب فيها زرع واظبطها وكده. بس النهارده قلت ما اضيعش الفرصه، بما ان الطقس كويس لازم 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 نتعشى النهارده في البلكونه. فرحت نظفتها وكنستها زي ما انتم شايفين، وشلت منها الكراكيب، وبعدين نزلت بيت الرعب. بيت الرعب بتاعنا هو ايه بقى؟ الكيلر. بصوا بيت رعب بجد والله مش بهزر. بص الرعب عبارة عن مخزن لكل شقة، عشان هنا الشقق في ألمانيا بتبقى صغيرة قوي، فانت بتحط الحاجات الزايدة اللي عندك في شقتك بتحطها في بتاعة زي دي كده، وبتبقى شبك وبتقفلها وخلاص، يعني وقت ما بتحتاجها بتروح تجيبها. فانا كان عندي المخدات دول في الكيلر، نزلت جبتهم بحيث اعرف احطهم في البلكونة ونعمل بيهم قاعدة، يعني حاجة بسيطة كده لحد ايه ما اظبط البلكونة بتاعتي. فطبعا نضفتهم كويس ومسحتهم كويس بالمناديل المعقمة، وحاولت اعمل بيهم القعدة دي. في الاول حسيت انها لا مش ماشية. المهم انا كنت كل ما احاول اعمل حاجة، على فكرة يا جماعة الفيديو ده اللي متصور في 4 ولا 3 دقايق، انا عايزة اقول لكم انا قعدت كتير قوي، لاني كنت كل ما احاول اعمل حاجة ريان زي ما انتم شايفين يبوظها، يرمي الحاجات، احط الورد يرجع يرمي، هيرط مش عارفه ايه. يلا ربنا يبارك فيه يا رب، ويعيش ويخرب ويبوظ ويعمل كل اللي هو عايزه. المهم حاولت اعمل كده، احط تاتشاتي، حطيت فازات الورد بتاعتي، وجبت الكهارب بتاعتي، ما ينفعش طبعا من غير اضاءه، وعملت القعده دي والطريقه دي، وجبت الصينيه بتاعتنا. وطبعا بما اني انا باكل اكل يعني يعتبر هيلسي، مفيش ما اعتقدش ان في حاجه مش هيلسي. يعني بصوا كانت البيتزا دي مع خيار وبطاطس، البطاطس معموله في الاير فراير، وجبنه. والسناكس عملت موز وفراوله وتفاح وزبيب، والبسكوت ده بسكوت اطفال. والكورن فليكس يا جماعه محدش يتريق، احنا بناكله كده زي الشيبسي بدون لبن. وده كركديه اسواني يا جماعه، اللي لسه ماما بعتهولي اللي قلت لكم عليه. تسلم ايدك يا ست الكل. واللي فات ده كان الاوتفيت بتاع العشاء الرومانسي مع كتكوت قلبي، وقعدنا حاولنا نتعشى مع بعض عشاء رومانسي، بس عشاء رومانسي مع بيبي ما تظبطش. المهم حاولت اخلي رينو ياكلني. حبيبي هات ايدك اكلني يا روح قلبي، قال لي لا. حبيبي هات واحده يا ماما، قال لي لا. رفض تماما. بعدين اخد دي البسكوته، حاولت انا اعرض عليه عشان خاطر ضميره يأنبه شويه، حاولت انا اكله واعرض عليه بقى الجو ده، رفض برضو. اكتشفت انه خد البسكوته مش عشان ياكلها، عشان يعملها زي ديركسيون الباص، عشان يغني عليها اللي هي الاغنيه بتاعت ذا ويلز اون ذا باص جو راوند اند راوند. فطوعت وقعدت اغني قصاده. وبعدين حاولت اكله برضه عشان خاطر ضميره يصحى، وقد فعلتها، ضميره صحي واكلني. هو البسكوت بتاع اطفال بس انا مش بحب اكله منه، فبالتالي لما بيكون حاجه مع ريان بحس انها مثلا فيها حاجه unhealthy او كده، بحاول، هي مش unhealthy بس انا مش بحب اكله حاجات فيها مواد حافظه، فبحاول اكلها منه بصراحه. فانا كنت عايزه البسكوته منه، مش تفاصيل والله، كنت عايزه اكلها منه عشان هو انا اللي اكلها يعني مش هو. المهم الولد ضميره صحي قوي وفضل ياكلني لاخر الليل، كل شويه يجيب لي حاجه اكلها. الطريقه دي يا جماعه بتجيب. المهم قعدنا نغني شويه وناكل شويه، وحاولت اشرب الكركديه. حاولت انا تقريبا عملته زي طريقه مامتي، بس مش عارفه ليه طلع وحش قوي. ماما كانت بتعمله حلو قوي قوي قوي، لازم اسالها على الطريقه، تقريبا انا نسيتها ولا ايه مش عارفه، زمان قوي ما عملته من وانا في اسوان، من سنين كتير. وبس والله ده كان يومي انا ورينو، وكان عشان الرومانسي انا وكتكوتي. واستنوني بعد ما اظبط البلكونه اليومين الجايين دي ان شاء الله. لازم استغل الصيف، لازم استغل كل ليله في الصيف ونتبسط فيها في البلكونه يا جماعه، دي فرص ما تتعوضش والله، يعني انتوا مش متخيلين اصلا فرحتنا. ولو وصلتوا لحد هنا تعالوا انستجرام وبس، والله باي باي.